السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن النستد كومبوننتس. هنعرف مع بعض بمنتهى البساطه ازاي ممكن نكريت نستد كومبوننتس او كومبوننتس جوه مين كومبوننت، وهنعرف مع بعض برضو ازاي نضيف البروبرتيز بتاعه الكومبوننتس الصغيره او التشيلدرن كومبوننتس جوه الكومبوننت الرئيسي، بحيث ان انا يبقى عندي زي لوحه تحكم اقدر ان انا اتحكم في شكل الفاريانتس بتاعه كل كومبوننت جوه المين كومبوننت بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي ده كده كارت اي كوميرس اللي احنا طبعا يعني الشهير جدا اللي احنا بنعمل عليه تقريبا كل التوتوريالز. هو متكون من كذا كومبوننت. في كومبوننت معمول للريتنجز او الستارز بتاعت الريتنجز، في كومبوننت معمول للزراير. بس طبعا انا ما عملتش كل الزراير، انا عملت حاجات بسيطه قوي لغرض الشرح فقط، وهعرفكم ليه في كمان العربي بس ده. عندي البرودكت ايمجز، اقدر ان أنا اضيف بقى كل الصور اللي انا ممكن احطها ككونتنت او كمحتوى في البرودكت اللي انا شغال عليه او الويب سايت اللي انا شغال عليه، واقدر ازود هنا زي ما انا عايز. طبعا كل واحد ليه البروبرتيز بقى بتاعته، يعني الريتنجز ده ليه بروبرتيز، الستارز دي على حسب اللي انا عايزه او عدد الستارز اللي انا عايزها. البوتنز برضو كل واحد ليه البروبرتيز بتاعته. البرودكت ايمجز دي على حسب الصوره اللي انا محتاجها. مثلا في هنا صوره للشوز وفي صوره للموبايل. ممكن طبعا احط تايب بقى لو انا هحافظ، يعني دي حاجات قليله لغرض الشرح. ممكن بقى مثلا الشوز دي يبقى جواها كذا شوز، فاخلي التايب شوز وتحتها حاجه تاني بروبرتي تانية مثلا بتقول نوع الشوز نفسه او البراند نفسه، وهكذا. اقدر بقى ازود على حسب ما انا عايز. يعني مش هنخش في تفاصيل قوي، لكن انا مبسط الدنيا شويه لغرض الشرح يعني. طيب كل الكومبوننتس دي كده انا خدت انستنس منها وحطيته جوه الكارت اللي احنا هنطلع بيه في الاخر كاي كوميرس كارد. طيب بعد ما حطيت الكومبوننتس جوه الكارد عملت تو فاريانتس منه، واحد عربي واحد انجليش، زي ما عملنا في ال الفيديو اللي فات. طبعا دي انا نسيت اغيرها، فتعالوا كده نغيرها كده بسرعة، عشان دي انا خليت فيجما هو اللي يترجمها. طبعا نغيرها سريعا وكده تمام. طيب يبقى انا كده عندي مين كومبوننت متكون من كذا children components اللي هم دول. حلو كده. الصورة اهي جوه دي انستنس من ده، والريفيوز هنا انستنس من ده، والزراير انستنس من دول. طيب لما انا بقى خرجت انستنس من المين كومبوننت ده بره، اصبح ان انا خليت كل البروبرتيز بتاعت كل الكومبوننتس الصغيره دي عندي في الكنترول بانل. انا بسميها يعني الكنترول بانل بتاعتي. ايه بقى الكنترول بانل دي؟ انا اقدر اظهر الكارت باي فاريشنز انا عايزها. يعني انا مثلا عايز اعمل عدد ريفيوز معينه بدل 4 2، اقدر من الدروب داون دي بمنتهى البساطه اعمل كده. انا عايز الاد تو كارت ديسيبلد، لا انا عايزه مثلا الديفولت بتاعه، ممكن ان انا اقدر اعمل كده. انا عايز الفيفوريت اخليها مش ديسيبلد، برضو ممكن ان انا اقدر اعمل كده. على حسب بقى كاستمايز الكارت ده على حسب ما انا عايز، وعلى حسب ما انا عايز اوضح للديفلوبرز ان في اختلافات. هو مش ده يعني مثلا الديفلوبر لو شاف الكارت ده بس هو ما يعرفش مثلا الستارز الديسيبلد دي او الكالر التاني من الستارز اللي هو ما بيبقاش فيه النجمه، ما يعرفش لونه ايه مثلا. فانت كده بتوضح له ان لا، في اختلاف وفي لون معين هو يقدر ياخده، يعرف الكود بتاعه ويعرف يتعامل معاه. اي نوع من انواع التغيير انت تقدر ان انت توضحه بمنتهى البساطه. في كونتنت انت مثلا ملتزم بيه وعايز تعرض برودكتس بشكل معين، هتحط الصور بتاعتها في الكومبوننت ده، وبعد كده تقعد تغير على حسب اللي انت عايزه على طول. مش هتقعد بقى كل شويه تروح حاطط المنتج وبعد كده تجيب صوره تحطها جوه، ولو نقلتها البيج تانية او السكرين تانية هتجيب المنتج تاني الفريم بتاعه وبعد كده تروح حاطط صوره تاني. لا، انت خلاص انت عندك الكومبوننت، تقدر من الدروب داون تحول ما بين الشوز او الفون والعكس. تمام كده. طيب عشان برضو تبقى الدنيا مبسطة اكتر واضحة اكتر، تعالوا نعمل مع بعض. بس لا، خلي دول كده عشان ايه، ناخد الكونتنت، عشان فيجما ترانزليشن ده في الضياع شوية، او يعني هو بيترجم حرفيا مش اكتر. ممكن يشيل المين كومبوننتس دول. تمام. ممكن ده في واحد انجلش، احنا محتاجين واحد انجلش اصلا. احنا ممكن نشيل ده، ممكن نشيل ده. تمام. ممكن اجي هنا ادي تاتش عشان ميبقاش في اي حاجة، وعشان نعرف مع بعض ازاي الدنيا دي بتتعمل. طيب زي ما احنا شايفين، احنا ممكن نشيل برضو كل الليلة دي.
طيب زي ما احنا شايفين هو فريم عادي، انا بكريت فريم عادي خالص كمين كومبوننت ليا، وهبتدي ان انا احط الحاجه بتاعتي. هبتدي اول حاجه خالص بالصوره. طبعا احنا عارفين احنا ممكن ناخد الانستنس كوبي من هنا، او ممكن ندور في الاسيتس برودكت يظهر لي على طول، اروح احطه جوه الكارت هنا. طبعا هو خارج بره الكارت فهخليه فيل. بعد كده عندي التايتل والسب تايتل ممكن ناخدهم من هنا بقى على طول. ده كده الفاريانت العربي. تعالوا نبتدي بالانجلش الاول. تمام. بعد كده عندي ايه؟ البرايس والريفيوز برضو ناخدها على طول عادي، مفيش مشكله. عشان تبقوا عارفين يعني احنا خدنا الانستنس بتاع الريفيوز، ممكن ناخده بقى كوبي من هنا كده ونحط جوه الاوتو لاي اوت. طبعا المسافه بينهم اوتو يعني عشان تبقى ريسبونسيف زي ما احنا شايفين كده. لو عملنا الكارت يمين وشمال هيتحركوا معاه. بعد كده الزراير عندي ممكن اخد بقى الزرار اللي هو المين بutton، وبعد كده اخد الايكون بutton، وبعد كده سلكتهم هما الاتنين شيفت ايه اوتو لاي اوت، واخلي البادنج السبيس بتوين الجاب قصدي 12. يبقى احنا كده عملنا المين كومبوننت بتاعنا. طيب هنيجي بقى نعمل فاريانت باللغة العربية. حلو كده. ممكن نكوبي بيست بقى على طول. ممكن ناخد ده كوبي كده ونحطه بحاجته كلها. اوكي جوه الكارت. ممكن يعني نغير دول لو احنا عايزين او لا، يعني مفيش مشكلة خالص. خليهم عادي. الاد تو كارت ليه بقى انا حطيت الاد تو كارت فيه ايكون هنا؟ اقول لكم ليه. انا لو شلت الايكون دي خالص عملتها هيدن، تمام، هيبقى بالنسبه لي سهل ان انا ممكن اترجم الكارت ده عادي. يعني انا مثلا اد تو كارت ممكن اخلي التكست بتاعه، لا انا عايز تكست مختلف، اسميها مثلا اضف للعربه مثلا، واغير التايبوجرافي اخليها اي بي ام بليكس. طبعا محدش يستخدمه يا جماعه، انا بس بستخدمه لغرض الشرح عشان هو في فيجما بيبقى شكله حلو، انما في الويب شكله بيبقى غريب. طيب انا كده عندي التايبوجرافي مختلفه تمام. بس لو انا واخد ده انستنس وهو فيه ايكون، يعني لو ده فيه الايكون بتاعه الارو كده، لو جيت خدت نفس الانستنس ده هنا مش هعرف اخلي الارو ده. ما هو في العربي احنا هنعكس، يعني السهم ده هيجي شمال ويروح شمال، مش هيبقى متجه ناحيه اليمين زي ما هو كده، هنعكسه هنعمله فليب. فانا مش هعرف اعمل كده لو غيرت الترجمه، او لو غيرت الكونتنت بتاعه من عربي لانجليزي. فانا عشان كده لازم اعمل فاريانت للزرار عربي. علشان ايه؟ علشان ان انا اقدر احول الايكون الناحيه التانية والفها، فيبقى في للزرار ده تو فاريانتس، واحد عربي وواحد انجلش. فعشان كده انا خليت ان في الار تي ال، لو جيت عملت سيلكت الار تي ال اهو نقل الايكون يمين شمال قصدي، وبص ناحيه الشمال، لان هو ده الطبيعي في اللغه العربيه. انا بس حبيت اسيب الحته دي عشان اوضح لكم النقطه دي، ان انت لازم لما تعمل فاريانتس للزرار بايكونز بالذات لازم تعمل الار تي ال بتاعتها علشان تعرف تنقل الايكونز من اليمين للشمال او من الشمال لليمين والعكس. طيب ده كلام جميل. احنا كده ضفنا الاليمنتس بتاعتنا بدون ادنى مشكله خالص. ممكن ان احنا ناخد ده كده ونعمل component set. بعد كده عندي جوه في تو فاريانتس نكريت البروبرتي بتاعتنا اللي هي ار تي ال. وطبعا الحته دي انا غطيتها في الفيديو اللي فات، لو حد حابب يرجع له ازاي نغير اللغه بمنتهى البساطه كده ببروبرتي واحده. ده طبعا الانجليش فهيبقى فولس، وده العربي هيبقى true. بس كده انا اقدر بقى اشيل دول. لو جيت خرجت اي انستنس من هنا اقدر ان انا اتحكم اولا في اللغه. تمام. هو بس في حاجه بتحصل، في حاجه مش مظبوطه. ده 71، ده 72. طيب هنخلي ده 72 برضه عشان يبقى ايه، يبطل يطلع وينزل كده بطريقه غريبه. فلو جيت خليت ار تي ال اهي تمام. ده كده بالنسبه للغه. طيب انا بقى عايز اطلع البروبرتيز نفسها بتاعت الكومبوننتس الصغيره او التشيلدرن للكارت ده زي ما كنا شايفين في المثال في اول الفيديو. طيب هدوس على المين كارد، بعد كده هقول add property. تحت خالص كده في حاجه اسمها nested instances.
تعالوا نترجمها ترجمه حرفيه. انستنس يعني اللي احنا بنطلعه من الكومبوننتس دي، صح؟ اللي هم ايه؟ الايمج والريفيو والبutons. فهم نستد يعني بداخل الكومبوننت الرئيسي بتاعي. فانا هاخدهم كبروبرتيز، هاخد البروبرتيز بتاعتهم من الكومبوننتس بتاعتهم دي واحطها في الكومبوننت الرئيسي ده بالظبط معنى نستد انستنسز اللي في البروبرتيز دي. فاسلكت كل اللي انا عايز اخده معايا للكومبوننت الرئيسي. بس هيبقى في عندنا مشكله هوضحها لكم دلوقتي. لو انا دوست على الانستنس انا خلاص كده انتقل لي البروبرتيز اللي موجوده جوه كل كومبوننت من دول للانستنس اللي بطلعه من المين كومبوننت او الكارت بتاعي. طيب عشان ما نتلخبطش خلينا ان احنا نقعد نقفل الحاجه، وعشان اغير في حاجه معينه افتح اللي انا عايز اغيره. يعني مثلا عايز اغير الريتنج افتحه اخليه مثلا 5. عايز اغير زرار، هي دي بقى المشكله. البوتنز وبوتنز دول انا مش فاهم يعني بوتنز ده انهي واحد فيهم وبوتنز ده انهي واحد فيهم. فعشان اتلاشى المشكله دي هعمل حاجه لطيفه جدا. هاجي عند الزرار الرئيسي بتاعي اللي هو اسمه بوتنز، برضو الاثنين اسمهم بوتنز، بس قصدي يعني هاخد الشكل المتشابه بتاعه يعني. وبعد كده ادوس كليك يمين. على فكره احنا دوسنا هنا على حاجه اللي هي سيلكت ماتشنج لايرز، اللي هو حاجه متشابهه او الفريم المتشابه زيه بالظبط. ففيجما بيعملوا سيلكت على طول. فبدوس كليك يمين وبقول رينيم. هخليه مثلا ده اد تو كارت مثلا، واجي عند التاني وبرضه سيلكت ماتشنج لايرز واقول كليك يمين رينيم واقول ده الفيفوريت. لما انا عملت كده لو جيت تاني عند الكارت هلاقي ان بوتنز دي اتغيرت وبقى الحاجه باسمها عادي. بقى عندي برودكت ايمج ده واضح، ده صوره المنتج، عندي ريتنج واضح، عندي الاد تو كارت ده زرار الاد تو كارت، عندي الفيفوريت ده زرار الفيفوريت. انا فتحت اي حاجه اقدر ان انا اشتغل عليها بقى. ممكن اعمل فاريانس مختلفه، يعني ممكن اعمل ده مثلا ده في الفيفوريت ديسيبل، ممكن اعمل ده بالشكل بتاع التليفون واخلي مثلا الريفيوز بتاعته 3، واخلي الزرار المين برضو اللي هو بتاع الاد تو كارت ديسيبلد، فيبقى ده ديسيبلد وده ديسيبلد. طبعا هو شايل السهم لان انا ما عملتش من الديسيبلد فاريانت بسهم. تمام عشان بس نبقى متفقين. يعني انا المفروض هنا اجي اعمل دوبليكيت هنا واحط السهم يمين وشمال برضو هنا، يعني كده وكده عشان بس الحتة دي تبقوا فاهمينها. وطبعا كده هيبقى في كونفليكت لان الاتنين بنفس الاسم واخدين نفس البروبرتيز ترو برايمري فولس وهنا ترو برايمري فولس. فاجي عند الار تي ال في العربي ده واخليه ترو، يعني ده يعتبر العربي، واخد التكست بتاعه كوبي بيست عادي. تكست بروبرتي مختلفة، احنا محتاجين نديله تكست بروبرتي اللي هي العربي، اللي هي العربي. فين بقى العربي؟ هي دي button text Arabic اهي، عشان لو هو واخد نفس البروبرتي لو جيت عدلت الاقي كل التكست بيتعدل. فاضف للعربة، اخدها كوبي واحطها هنا واخليها بس بنفس اللون بتاع ده اللي هو ده، وابقى انا كده تمام التمام. لو جيت رجعت هنا هلاقي ان مفيش اختلاف، الدنيا اتضافت زي ما هي، بس هخلي ده من بره كده هخليه RTL. اسف ده هنا RTL. ده انا معرفش هو ليه اتعمل كده. هو المفروض مفهوش. اوكي ده باظ اصلا. تمام. انا بقى لو كنت هعمل كل التعديلات اللي انا بعملها دي في المين كومبوننت او في الكومبوننت الرئيسي او في فريم عادي، او في فريم عادي انا لو عاوزت اتحكم في اي حاجه ليها علاقه بالبادنجز او المارجنز، يعني مثلا لو جيت غيرت السبيسنج سيستم مثلا خليت ان هم 24 و24 مثلا، لو انا عملت كده هنا هيسمع عادي في الانستنسز اللي طالعه دي هتبقى 24 و24 اهي عادي جدا. ولو خليته برضو LTR نفس الكلام. ف يعني كون ان انا عملته اصلا كومبوننت هيخليني ان انا ممكن انظم الهيراركي، ممكن انظم الجابس اللي جوه، ممكن انظم الالوان، ممكن انظم اي حاجه. فاصلا انت تخليها فريم عادي ده امر مستبعد تماما بما انك هتكرر الحاجه دي كذا مره. اضافه على ذلك ان انا لو هقعد اغير في اشكال بقى كل حاجه جوه الكارت ده هقعد اعمل في فاريانس بقى مختلف. يعني انا مثلا عايز الستارز دي 3 هطلع بقى كارت جديد واخلي فيه ستارز 3 للمنتج اللي هو اكس، والزرار ساعتها هيبقى ديسيبلد ومش عارف ايه، واعمل لها بروبرتي وتبقى كل حاجه بقى عندي في دروب داون هنا وهاسل بقى كبيره، ويعني ليله ملهاش اي لازمه.
فانا كده بمنتهى البساطه خليت الشكل لطيف جدا ومفيش كومبوننتس كتير ومفيش زحمه. وكمان لو حد ما بيفهمش قوي في فيجما يقدر ان هو لو دايس على اي منتج يتحكم فيه بتوجلز وبدروب داونز بحاجات بسيطه ان هو يشوف فاريانتس مختلفه سواء ديفلوبر او ايا كان هيشتغل بعديه. بس كده، ودي كانت كل حاجه عن النستد كومبوننتس والنستد انستنسز. اتمنى اكون عرفت اضيف لكم حاجه جديده، اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو محتاجين تشوفوا فيديوهات اكتر عن اليو اي واليو اكس او فيجما توتوريالز ممكن تعملوا سبسكرايب للقناه. ولو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير. اتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله نتقابل في الفيديو الجديد، والسلام عليكم.